كم سابع. اليوم حنحل مراجعة الوحدة ونبدأ في السؤال الأول. اكتب المفهوم المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية. ألف، كائنات حية تكون المادة الوراثية فيها محاطة بغلاف خاص. المادة الوراثية فيها غلاف خاص، إيش بسميها؟ كائنات حقيقية النمو. ب، النباتات التي تكون بذورها في مبيض الزهرة الذي سيتحول إلى ثمرة هي نباتات إيش؟ لما يكون في عندي بذور موجودة داخل المبيض يعني إيش حتكون؟ مغطاة، يعني بتكون موجودة أيضا داخل الثمرة، فبسميها نباتات مغطاة البذور. ج، الحيوانات التي لا تمتلك عمودا فقاريا هي اللافقاريات. د، الكائنات الحية حقيقية النمو وغير ذاتية التغذية، حقيقية النمو وغير ذاتية التغذية، وتتشابه خلاياها مع خلايا النباتات من خلال وجود الجدار الخلوي، إيش بسميها؟ فطريات. ها، المفهوم الذي يشير إلى مجموعة الكائنات الحية المتشابهة في صفاتها، يعني لها نفس الصفات ولها القدرة على التزاوج، إيش بسميه؟ النوع. إذن بالفراغ بنكتب النوع. ننتقل للسؤال الثاني، اللي هي ضع دائرة. اختار رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. 1، تتشابه الفيوناريا مع الخنشار في أنهما يمتلكان أنسجة وعائية. طبعا الفيوناريا والخنشار من النباتات اللاوعائية. ينتجان أزهارا؟ طبعا لا. ينتجان ثمار؟ لا. مش راح يكون با؟ ينتجان أبواق. 2، تنتمي الكائنات وحيدة الخلية بدائية النمو التي تعيش في المياه المالحة. حكينا الكائنات الحية اللي بتعيش في المياه المالحة فقط هي مين؟ الأثريات، لأنه بتعيش في الظروف القاسية. 3، تعد الأشينات مثالا على علاقة غذائية رمية تطفلية تكافلية ولا ذاتية؟ حكينا تكافلية. 4، العالم الذي صنف الكائنات الحية في نطاقات هو العالم ووز، لينيوس، ماير ولا القزويني؟ ألف، ووز. 5، يمكن صنع قوالب الأسنان من المركبات التي تستخلص من بكتيريا، الطحالب ولا فطريات والإسفنج؟ من الطحالب اللي هي إيش؟ أوليات. طيب ننتقل إلى فرع 6. الفرع السادس، عضو الضفدع الذي يؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها رئتاء العصفور، كلية ولا جلد ولا كبد ولا القلب؟ الجلد. 7، الصفة المميزة التي استخدمها سعيد في عملية تصنيف بعض الكائنات الحية إلى مجموعتين كما هو وارد في الجدول الأدنى. عندي سعيد صنف كائنات حية البشر والكلاب والذئاب في المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية صنف فيها ثعابين وديدان وأسماك. على أي أساس صنفهم لهذول المجموعتين؟ أرجل ولا عيون ولا جهاز عصبي ولا جلد؟ أكيد على الأرجل، لأن الثعابين والديدان والأسماك ما إلها أرجل، بس البشر والكلاب والذئاب لهم أرجل فصنفهم بناء على الأرجل. هلا نرجع على الجزء الثالث من الأسئلة. هلا السؤال الأول والثاني والثالث يا سابع ما بدنا إياه، تمام؟ أول ثاني ثالث ما بدي إياه. ننتقل إلى السؤال الرابع. أقارن بين بذور العنب وبذور التمر من حيث عدد الفلقات المكونة لكل منها. طبعا هون أنا مجاوبة على الورقة، هي السؤال الرابع. هلا العنب نباتات ذات فلقتين بذورها تتكون من جزئين، أما التمر نباتات ذات فلقة واحدة بذورها تتكون من جزء واحد. ننتقل للسؤال 5. أصنف نوعا من الكائنات الحية تحاط المادة الوراثية فيه بغلاف وله القدرة على صنع غذاء بنفسه، يعني يعتبر من الكائنات إيش؟ حقيقية النمو، لأنه في حواليها إيش؟ غلاف، وله القدرة على صنع غذاء بنفسه، ويمتاز بوجود أنسجة متخصصة في نقل الماء والغذاء. إيش يعني؟ يعني وعائي، ولا يستطيع تكوين بذور، فإيش بسميها؟ نباتات وعائية لا بذرية، لأنه إيش؟ لأنه حكالي لا تكون بذور، إذا نباتات وعائية لا بذرية. ننتقل إلى السؤال السادس. أقارن بين حيوان نجم البحر وحيوان بلح البحر من حيث المجموعة التي ينتمي إليها كل منهما. هلا نجم البحر يصنف من شوكيات الجلد، أما بلح البحر يصنف من الرخويات. مهم جدا هذا السؤال. طبعا والاثنين يصنفوا من إيش؟ الحيوانات اللي ما إلها عمود فقري، من اللافقاريات. ننتقل للسؤال 8. هل يمكن تعديل نظام التصنيف الذي يتبعه العلماء حاليا؟ أفسر إجابتي. ممكن نظام التصنيف نعدل عليه؟ أكيد ممكن. إذا جوابي لسؤال 8 نعم، لأن تطور المعرفة والتقدم التكنولوجي، إحنا قاعدين عنا بنتطور في التكنولوجيا وفي المعرفة، فهذا التطور يمكن أن يؤدي إلى التوصل إلى معلومات تساهم في تطوير علم التصنيف. طيب ننتقل إلى سؤال 7 ما بدنا إياه. سؤال 8 سؤال 8 حليناه. سؤال 9. أتوقع ما الذي يمكن أن يحدث في كل حالة مما يلي. ألف، إذا اختفت الأنسجة الوعائية من النباتات جميعا، يعني لو كانت كل النباتات لا وعائية، إيش رح يصير؟ جوابي هون فرع ألف. طبعا كل النباتات بتصير صغيرة الحجم، احنا حكينا النباتات اللاوعائية صغيرة الحجم وتعيش في البيئات الرطبة، فبالتالي تصبح جميع النباتات صغيرة الحجم، وبتختفي النباتات من معظم البيئات. وين بتضل عايشة؟ في البيئات الرطبة، تعيش في البيئات الرطبة. طيب ننتقل إلى باء. إذا وضعت خلايا بكتيرية وفطر البنسليوم في أنبوب واحد وظروف تساعد على الحياة، إيش رح يصير بخلايا بكتيريا مع فطر البنسليوم؟
اللي راح يصير لما احط البكتيريا مع الفطر، البكتيريا ما راح تنمو. ومين بينمو عندي؟ الفطر. ليش؟ لان البنسليوم له قدره على قتل الخلايا البكتيريه. هل البنسليوم يعتبر من الفطريات، فبالتالي ايش؟ راح يقتل الفطر ولا راح يقتل البكتيريا؟ البنسليوم من الفطريات يقتل البكتيريا، فبالتالي البكتيريا لا تنمو وينمو الفطريات. طيب ننتقل الى سؤال رقم 10. سؤال رقم 10 يا سابع: أفسر تصنيف الخفاش ضمن مجموعة الثدييات بالرغم من قدرته على الطيران، وتصنيف البطريق ضمن مجموعة الطيور بالرغم من عدم قدرته على الطيران. ليش الخفاش اللي بيطير صنفتوه ثدييات والبطريق اللي ما بيطير صنفتوه طيور؟ ليش؟ لأن يا سابع، هي سؤال 10 هون، لأن الخفاش بيتكاثر بالولادة ولديه غدد لبنية تفرز الحليب، لذلك يصنف من الثدييات على الرغم من أنه قادر على الطيران، إلا أنه صنف من الثدييات لأنه يتكاثر بالولادة. أما البطريق مش قادر على الطيران، بس صنفوه من الطيور. ليش صنفوه طيور؟ حسب هو بيمتلك، البطريق بيمتلك أجنحة صغيرة وفي منقار كمان ويتكاثر بالبيوض، فهذول الثلاث أشياء أو ثلاث خصائص الموجودة فيه كانت كفيلة إنها تصنف البطريق من مين؟ من الطيور. تمام؟ ننتقل السؤال 11: أحدد أي مما يلي لا ينتمي للمجموعة نفسها مبررا إجابتي. عندي سعافة الرأس والزحار الأميبي وسعافة الأظافر. هذول عندي 3 أمراض بدك تصنف لي وحدة أو بدك تحدد لي وحدة منهم لا تنتمي للمجموعة نفسها. أكيد هي مين؟ الزحار الأميبي. ليش الزحار الأميبي؟ هذا الزحار الأميبي عندي بيختلف عندي في هذه المجموعة لأنه الزحار الأميبي مرض ناتج عن أحد أنواع الأوليات، ناتج بسبب لي الأوليات اللي بتنتمي إلى الطلاعيات. أما سعافة الرأس والأظافر هي أمراض ناتجة عن الفطريات. إذا سعافة الرأس والأظافر أمراض ناتجة عن الفطريات، أما الزحار الأميبي أمراض ناتجة عن الطلاعيات. طيب سؤال 13 ما بدنا إياه. ننتقل للسؤال 14 اللي هو أملأ المخطط الذي يعبر عن أنواع الخلايا في الكائنات الحية المختلفة بالمفردات المناسبة. عندي الخلايا تقسم إلى قسمان: حقيقية النواة، بدائية النواة. تمام؟ إذا هون مكتوب عندي بدائية النواة، هون شو مكتوب؟ حقيقية النواة. تعالوا على بدائية النواة، صنفت إلى بكتيريا وأثريات. بكتيريا وأثريات، هذا مهم، المخطط مهم. طب تعالوا على الخلايا، عفوا الكائنات حقيقية النواة اللي هي من حيوانات، نباتات، فطريات، طلائعيات. إذا من الكائنات حقيقية النواة حيوان، نبات، فطريات، وطلائعيات. لهون يا سابع بنكون أنهينا حل أسئلة المراجعة، ويعطيكم ألف عافية.